أخو العنود يماني هي واحدة من أشهر الشخصيات في مجال منصات التواصل الاجتماعي المختصة بتقديم محتوى خاص بالسيدات في مجال التجميل والأزياء وكل ما يهم السيدة العصرية. وتصدر اسمها عناوين الترند بعد انتشار خبر وفاة أخوها دون معرفة أو ذكر أي تفاصيل تتعلق بسبب الوفاة، بعدما أعلنت عنود في صباح اليوم عن خبر وفاة أخوها. زادت الكثير من التعليقات بعد هذا الخبر من أجل التعرف على السبب الحقيقي لوفاة شقيقها، ولكنها لم تخوض بذكر أي تفاصيل تتعلق بخبر وفاة شقيقها. وتم التفاعل مع هذا الخبر بالدعاء له بالمغفرة والرحمة ووسط تحليلات كثيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة منهم في الوصول لحقيقة خبر وفاة شقيقها باعتبار أنها واحدة من الشخصيات المشهورة على مستوى المملكة العربية السعودية ومحط أنظار الكثير من وسائل الإعلام المختلفة. ولدت العنود يماني في المملكة العربية السعودية، أي أنها تحمل الجنسية السعودية. ولدت في عام 1999، أي تبلغ من العمر حوالي 23 عاما. هي مدربة كمال أجسام وصانعة محتويات هادفة خاصة بالسيدات عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، كما أنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول العربية. متزوجة من هاني الحلو وهو صانع محتوى كوميدي معروف أيضا على مستوى المملكة. تزوجا الثنائي بعد قصة حب طويلة وأنجبا 3 من الأطفال، وكان دوما محط أنظار الكثير من الناس من أجل معرفة أدق التفاصيل عن حياتهم الخاصة. نجد عدد كثير من المتابعين يرغب بالتعرف على الحساب الرسمي والخاص بالعنود عبر الإنستغرام التي تعتبر نشيطة جدا خلاله وتشارك معظم المحتويات التي تبحث عنها كل فتاة من مختلف أنحاء العالم، وهي شخصية نشيطة جدا وعليها دوما تلاقي تفاعل عدد كبير من المعجبين على الفيديوهات التي تقوم بطرحها، كما أنها تشاركهم أيضا في طريقة اختيار لبسها عند الذهاب لأي مناسبة اجتماعية تحرص على حضورها. كما تشارك أيضا في الكثير من صور حياتها الخاصة مع زوجها وأطفالها الثلاث، حيث وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 100,000 متابع. اسمه بالكامل هاني توفيق الحلواني، الذي ولد في شهر مارس عام 1994، أي يبلغ من العمر حوالي 28 عاما. ولد في المملكة العربية السعودية ويقيم في مكة المكرمة، أي يحمل الجنسية السعودية. عرف اسمه كصانع محتوى كوميدي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو لاعب كرة قدم سابقا. تزوج من العنود يمني وأنجب 3 من الأبناء منها، وهو مسلم الديانة كما هو الحال لباقي أفراد عائلته. لقد لاقى هذا الثنائي اهتمام كبير من قبل المتابعين من مختلف الجنسيات بسبب كمية الحب والتفاهم الذي يجمع بينهم، كما هو ظاهر في أغلب مقاطع الفيديو التي يقوم بنشرها معا.